السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى نعمل مع بعض مكرونة مبكبكة كده بالخضار من غير لحمة ولا اي حاجة، بس خطيرة. نزلت هنا جبت معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وابتديت انزل بكيس المكرونة اللي هي المرمرية الصغيرة، وابتدي بقى اقلب 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 لغاية لما يبتدي المكرونة تتحمر معايا زي ما انتم شايفين كده. تمام، هنا كانت ابتدت تلون كده، ابتدي بقى اقلب فيها لغايه لما كلها تاخد لون واحد وتحمر معايا. بصوا هنا كانت ما شاء الله بقى خدت لون واحد وخطيره. ابتدي انزل ببصلايه كبيره وقرن فلفل كبير. طبعا بقى كل الخضار اللي عندك حابه تحطيه حطيه، عندك فلفل الوان حطي، بس انا صراحه ما كانش عندي غير فلفل اخضر رومي بس. عندك سبايسي بتحبوا يعني الحاجه حراقه حطوها عادي. تمام، اهم حاجه صلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام، وفعلي زرار الجرس لو انت مش مشتركه، وحطي لايك واكتبي لي كومنت جميل. قلبت بقى شويه كده بالبصل ويعني المكرونه والبصل والفلفل وطماطميه مقطعه نزلت بيها، وبرده ابتدي اقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده، كله يتشوح مع بعضه. وانا مش مستنيه طبعا البصل ياخد لون او حاجه، انا بس ريحته تطلع. وهنا دوت كيس طماطم، يعني حوالي بالظبط نص كيلو طماطم مضروبه مثلا في الخلاط. وهقلب بقى كله كده مع بعضه. هنزل بمعلقه صغيره كمون وملح وفلفل اسمر، معلقه يعني كبيره ملح حسب الفلفل الاسمر اللي انتوا بتحبوا. انا بحب الفلفل الاسمر كتير فحطيت معلقه كبيره، والملح طبعا بتاعك، وشويه مرقه فوريه، ومعلقه كبيره معلقه بابريكا مدخنه، بقى بابريكا عاديه اللي متاحه عندك. وابتدي بقى اقلب كله كده الطماطم بكله يعني بالتوابل بكل المكونات اللي احنا حاطينها، خفيفه وطعمها حلو وسريع، وكلها في حله واحده من غير ما تسلقي المكرونه ولا اي حاجه، وطعمها خفيفه جدا، بتبقى ميميه كده وفيها صوص، فالولاد بيحبوا ياكلوها. وهنا كان عندي شوربه، انا بحب اشيل شوربه في الفريزر، طلعتها وصفيت بقى منها كل الحاجات اللي فيها ديت، وزودت شويه ميه سخنين، وسبتها بقى تغلي كده وتبقبق مع بعضها. بصوا هنا بقى ما شاء الله كانت خلاص ابتدت تستوي، بس كانت محتاجه شويه ميه كمان عشان انا هسيبها شويه، كانت لسه يعني فيها تكيه كده، وانا عايزاها تبقى فيها صوص، فزودت لها شويه الميه. تمام، هنا ده كان البخار طبعا، يعني عمل في الكاميرا. سامحوني على الحته دي يا بنات، مش عارفه التليفون علق ولا ايه والله. هي كانت الحته دي كده فيها مشكله تقريبا او حاجه. هنا خلاص كانت استوت زي ما انتم شايفين كده، خطيره وكانت تحفه، اللهم بارك. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.